صاحبة القصة بتقول: رغم اني عندي 42 سنة إلا إن واحد من دور ولادي بقى هو كل حياتي. أنا عندي 42 سنة وكنت متجوزة من 20 سنة، وجوزي توفى من 4 سنين، وعندي بنت واحدة والحمد لله جوزتها من 4 شهور، وبقيت قاعدة في البيت لوحدي. وبنتي اللي كانت بتسليني ومالية عليا حياتي ما بقتش موجودة، ولا حتى بقت قريبة مني، لأنها اتجوزت في محافظة تانية بعيدة جدا عني. جوزي كان بنلنا دور بيتين في منطقة المرج قبل ما يتوفى، والحمد لله قدرت أساعد بنتي في جهازها من المعاش بتاعه لحد ما اتجوزت. ومن بعد ما بقيت قاعدة لوحدي وانا طول اليوم قاعدة قدام التلفزيون، ما انا مش لاقية اي حاجة تسليني او اقضي وقتي فيها. ومن اسبوعين لقيت حنفية المطبخ عمالة تنقط مية كتير، مع اني بكون قافلاها كويس جدا، فكان لازم اشوف حد يصلحها، وانا معرفش حد، لأن جوزي هو اللي كان بيتعامل مع الصنايعية، وأوقات كتير هو اللي كان بيصلح الحاجة بنفسه، الله يرحمه. المهم أنا مشتركة في الجروبات بتاعة منطقة المرج، فكتبت كده إن أنا عاوزة سباك. لقيت ناس كتير بعتتلي أرقام تليفونات، رحت مختارة رقم كده ومكلماه. اتصلت بيه وقلت له: لو سمحت أنا عندي مشكلة في الحنفية. قال لي: طيب مكانك فين؟ قلت له: أنا من المرج، ووصفت له المكان اللي أنا ساكنة فيه، بس حسيته كده مش عارف المكان، وحسيت إن هو مش من المرج. فبقول له: هو أنت مش من المرج؟ قال لي: لا مش من المرج، بس بروح أي مكان، ما تقلقيش. قلت له: تمام. واتفق معايا إن هو هيجيلي تاني يوم على الظهر. وتاني يوم الساعة 11 الظهر كلمته وفضلت متابعة معاه لحد ما وصل قدام البيت. نزلت فتحت له باب العمارة ودخل، لقيته شاب عنده حوالي 23 سنة أو 24 سنة، ومعاه شنطة في ايده جايب فيها العدة بتاعته. المهم قفلت الباب بتاع البيت وطلعت قدامه، وهو طلع ورايا، ودخلنا الشقة. فأنا أول ما شفته كده في النور فأنا استغربت شكله قوي، وحسيت إن هو سنه صغير جدا على الشغلانة دي. فبقول له: هو أنت شغال بقالك قد إيه؟ قال لي: أنا شغال من وأنا عندي 10 سنين مع أبويا، بس هو تعب وأنا اللي بقيت أنزل أشتغل وبصرف على البيت. وعلى فكرة أنا متعلم ومعايا شهادة ومخلص معهد 4 سنين. بصراحة أنا استجدعته واسترجلته قوي، وبما إنه كان جاي من مشوار طويل شوية فقلت له: اقعد استريح الأول وبعد كده نشوف الحنفية. المهم قعد وقلت له: تشرب إيه؟ ومعلش أنا ما عنديش حد هنا ينزل علشان يجيب لك حاجة ساقعة. قال لي: ولا يهمك، أنا والله مش عايز أي حاجة. المهم قام وقال لي: فين الحنفية اللي فيها المشكلة؟ قلت له: تعالى ورايا. ودخلته المطبخ ووريته الحنفية البايظة، وانا وقفت جنبه اعمل له كوباية شاي. المهم فك الحنفية وقال لي ان القلب بتاعها بايظ وعايز يتغير، ممكن تخلي حد من عندك يشتريها وانا ركبها. قلت له: طيب دلوقتي انا قلت لك ان انا ما عنديش حد علشان ينزل. راح بصص لي وقال لي: يا مدام والله انا مش بشتري حاجة للزبون بنفسي، او بشتري الحاجة لما الزبون نفسه يكون واقف معايا علشان الناس تبقى مطمنة وكده. قلت له: انت اسمك ايه؟ قال لي: احمد. قلت له: بص يا احمد، والله انا عايشة هنا لوحدي، ما عنديش لحد لا ينزل ولا يطلع، وانا واثقة فيك، يعني الموضوع بسيط. واديت له 100 جنيه علشان يجيب القلب بتاع الحنفية. قال لي: بس انا ما اعرفش اي محلات هنا. المهم وصفت له محل، ونزل جاب الحاجة اللي هو عاوزها وجه، وبدأ يشتغل في تركيب الحنفية
وانا واقفة جنبه بتفرج عليه، ولقيته بيسألني: هو حضرتك عايشة هنا لوحدك ليه؟ ما عندكيش أولاد؟ قلت له: عندي بنت واتجوزت وجوزي توفى من 4 سنين. قال لي: ربنا يكون في عونك، مفيش أصعب من الوحدة. حسيت إن هو مش عيل صغير، وحسيت إن من كتر ما هو شاف في الدنيا بما إنه شغال من وهو عنده 10 سنين، فحسيت إن دماغه كبيرة. فضلت أتكلم معاه حتى بعد ما خلص تركيب الحنفية، وعجبني أسلوبه وطريقة كلامه وتفكيره جدا. المهم وهو ماشي بقوله: الحساب كام؟ قال لي: ولا حاجة، ومرضيش ياخد مني فلوس خالص، رغم إني صممت وحلفت عليه، بس هو رفض ياخد مني أي فلوس ومشي. وأنا بقيت مستغربة جدعنته ورجولته دي، عشان أعرف إني عايشة لوحدي ومعيش حد مرضيش ياخد مني فلوس. بعد ما نزل من عندي ب10 دقايق اتصلت بيه علشان اطمن عليه واشوفه عارف يركب او يوصل ولا لا. كلمته وقال لي: الحمد لله انا ركبت العربية اهو وتمام. المهم فضلت اشكره في التليفون كتير، وقلت له: بس دلوقتي انا لو حصل عندي حاجة تاني مش هتصل بيك. قال لي: ليه، في ايه؟ قلت له: علشان موضوع الفلوس ده. قال لي: لا، لو في اي حاجة في اي وقت كلميني وانا عنيا ليكي، وانا هسجل رقمك دلوقتي عندي عشان وقت ما تتصلي ابقى اعرفك. قلت له: خلاص ماشي. بعدها بيومين كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون الساعة 11 بالليل، لقيت رسالة جت على الموبايل. فتحت الموبايل لقيت حد بعت لي رسالة على الواتساب. فتحتها لقيت احمد اللي كان باعت الرسالة، وبعت لي فيها وردة حمرة وكاتب لي: ازيك، عاملة ايه، يا رب تكوني بخير. بصراحة فرحت قوي برسالته، وقلت له: الحمد لله انا كويسة، انت عامل ايه؟ قال لي: الحمد لله تمام. قال لي: الحنفية شغالة كويس؟ قلت له: زي الفل، تسلم ايدك، تعبتك معايا اليوم ده. المهم خدنا الكلام انا وهو لحد الساعة 3 الفجر، ومن بعد الكلام معاه حسيت ان كان في حاجات جوايا فاضية وحد جه ملاها. يعني الفراغ والوحدة اللي كنت حاسة بيهم حسيتهم اتملوا، وان حد يسأل عليا دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. ونمت اليوم ده وانا مرتاحة نفسيا قوي. بدأت احس ان انا مستنياه يبعت لي رسالة. حسيت نفسي رجعت بالزمن وبقى عندي 20 سنة، كأني بنت مستنية رسالة من حبيبها لأول مرة. والأول مرة من ساعة وفاة جوزي أحس بالإحساس ده، رغم إن أنا واخدة عهد على نفسي إني مش هتجوز ولا هكلم حد تاني. بس معرفش إيه اللي حصل لي، لقيت نفسي ضعفت وما صدقت الاقي حد يتكلم معايا، مع ان انا بعد وفاة جوزي اتقدم لي ناس كتير جدا، لاني الحمد لله جميلة جدا. بس انا كنت برفض اي حد وما كنتش عايزة اتجوز. تاني يوم لقيت احمد بيتصل وبيسلم عليا وبيسأل عني، وبقينا كل يوم بالليل نسهر نتكلم على الواتساب، لدرجة انه فعلا بقى صاحب جدع قوي بالنسبة لي. وفتحت له قلبي وحكيت له على تفاصيل ما كنتش اتخيل اني ممكن في يوم من الايام احكيها لواحد غريب، لدرجة كمان اني حسيت ان مفيش فرق في السن بينا من كتر ما احنا متفاهمين جدا في الكلام مع بعض. وحسيت قد ايه هو انسان ناضج. بدأ يعترف لي ان هو معجب بيا من ساعة ما شافني. قلت له: بس انا اكبر منك بحوالي 20 سنة. قال لي: انت عندك كام سنة؟ قلت له: عندي 42 سنة. قال لي: مستحيل، انت شكلك اصغر من سنك بكتير جدا، انت بالكتير قوي 32 سنة. قلت له: والله العظيم انا عندي 42 سنة، بس انا اللي محافظة على شكلي. قال لي: اقولك على حاجة؟
قلت له ايه؟ قال لي انا من ساعة ما مشيت من عندك وانا حاسس انك وحشاني جدا. قلت له اوبا، الكلام ده كبير قوي وانا مش قد الكلام الحلو ده. قال لي والله العظيم ما بكدب عليكي، انا بقولك اللي حسيت بيه اول ما مشيت من عندك. قلت له على فكرة وانت كمان، انا كنت معجبة جدا بشخصيتك ورجولتك وجدعنتك معايا. قال لي طيب ايه، مفيش حاجة في البيت تاني باظت علشان اجي اصلحها؟ قلت له انت تيجي تنور في اي وقت، مش لازم يكون في حاجة بايظة. قال لي خلاص، شوفي اليوم اللي يناسبك امتى، ولو عندك اي حاجة في الشقة عاوزة تتعمل، مش شرط السباكة يعني، اي حاجة عندك بايظة قوليلي عليها وانا عينيا ليكي. جالي بعدها مرتين البيت وحسيت ان هو بقى حد قريب مني قوي، وما حصلش في المرتين بينا اي حاجة. بس في المرة التالتة لما جالي قال لي انا عاوز اظبطلك شوية حاجات في الكهرباء. قلت له ما هي كويسة اهي. قال لي لأ، انا حاسس ان الاضاءة عندك في الاوض ضعيفة. قلت له انت بتفهم بقى في الكهرباء؟ قال لي اه، وبدأ يلعب في المفاتيح بتاعة الكهرباء اللي على باب الشقة. وفجأة لقيت الدنيا ضلمت، وانا بطبيعتي بخاف جدا من الضلمة، وكنت ساعتها واقفة جنبه، ومن كتر خوفي لقيتني بقوله في ايه، انا خايفة جدا. قال لي ما تخافيش، في مفتاح بس تقريبا عمل قفلة، والمفتاح ده في أوضة النوم. وراح مطلع الموبايل بتاعه ومشغل الكشاف، وبدأ يروح ناحية أوضة النوم. قلت له ما تسيبنيش لوحدي. راح مادد ايده ورحت مسكتها، ودي كانت أول مرة أمسك ايده. وراح واخدني ودخلنا أوضة النوم، وراح طافي الكشاف بعد ما دخلنا، والدنيا بقت ضلمة جدا في الأوضة. وقال لي انتي خايفة؟ قلت له أنا مرعوبة مش خايفة بس. راح مقرب مني ووقف قدامي وقال لي طيب وانا قريب منك كده خايفة برضو؟ قلت له يعني خايفة شوية. فجأة راح مقرب مني ولقيت نفسي في حضنه. قال لي كده لسه خايفة ومرهوبة برضو؟ ساعتها انا حسيت ان جسمي كله اترعش وقلبي فضل يدق جامد قوي. انا بقالي 4 سنين مفيش راجل لمسني، والموقف ده خلاني فقدت اعصابي وما قدرتش ارد عليه. كان هو في الوقت ده بيحضن فيا جامد، ودي كانت اول مرة في حياته انه يقرب من واحدة ويلمسها بالطريقة دي. فكان الموضوع عجبه قوي لدرجة اني ما كنتش عارفة هو بيعمل ايه من كتر الحاجات اللي كان بيعملها وانا واقفة قدامه. في الوقت ده حسيت ان انا لازم افوق من الموقف ده، وبالعافية جمعت اعصابي وقلت له كفاية كده وبعدت عنه. راح خرج من الأوضة وراح مشغل الكهرباء. أتاري هو اللي كان قاصد ان هو يطفي النور بتاع الكهرباء. وبعد ما شغل النور قال لي ايه اللي حصل، انت زعلتي مني؟ مرضتش ارد عليه، وهو فضل يتحايل عليا علشان اتكلم، بس انا من صدمة الموقف اللي حصل ما بقتش قادرة اتكلم او اقول له حاجة. وبعدها بربع ساعة من المحايلات واني برضو مصممة ان انا مردش عليه ولا قادرة اتكلم، نزل. بعد ما نزل قفلت باب الشقة، قعدت على السرير ومش مصدقة منه اللي حصل، وقلت المفروض ده ما كانش يحصل، بس بيني وبين نفسي حسيت اني كنت مبسوطة بكده، مبسوطة ان في حد قريب مني، ان حد احتواني، خصوصا انه كان حنين جدا معايا. وبقيت في صراع مع نفسي في حاجة انا حباها ونفسي فيها، وبين اني مش عاوزة اعمل حاجة غلط او حاجة مش صح. فضلت يومين ما كلمهوش، وهو طول اليومين دول فضل يتصل بيا كتير جدا، وانا مرضتش ارد عليه مع اني محتاجاله، بس كنت بعند مع نفسي
علشان ما اعملش حاجة غلط تاني، لحد ما جت في دماغي فكرة اني اتجوزه في السر عشان ما اعملش حاجة غلط. كلمته ولقيته بيتأسف على اللي حصل منه، وقال لي انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس اكيد انا عملت كده علشان بحبك. اول ما قال لي كده قلت له مش انت بتقول انك بتحبني؟ قال لي اه. قلت له خلاص اتجوزني. قال لي صعب، اهلي مش هيوافقوا، اكيد هيرفضوا حاجة زي كده. قلت له ما انت مش هتعرف اهلك اي حاجة. قال لي ازاي يعني؟ قلت له هنتجوز في السر، هنتجوز غرفي علشان انا مش عاوزة اعمل حاجة غلط. قال لي انا عمري ما عملت حاجة زي كده ابدا، بس طالما الموضوع هيفضل سر بيني وبينك انا موافق. وفعلا اتجوزت عرفي، وبحكم شغله فهو على طول يعتبر برا البيت، فكان بيجيلي كل 2 أو 3 في الأسبوع. وطبعا عيشني في الأيام دي أجمل أيام عمري. أنا أصلا مش مستنية منه فلوس، بل بالعكس أنا كمان بصرف عليه وبديله فلوس لما يجي يقولي إن الشغل مريح معاه أو مفيش شغل اليومين دول. المهم إن أنا كنت مبسوطة جدا 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 معاه. هو بصراحة حنين جدا عليا، وعوضني عن حاجات كتير جدا كنت محتاجاها، وما بقاش مخليني محتاجة أي حاجة، وحاسة إن هو رجعني بالعمر كأني أول مرة اتجوز في حياتي. المشكلة بقى دلوقتي إني لقيته بيقولي إن أهله عاوزين يجوزوه بنت قريبتهم، وهو مش عارف يعمل إيه. قلت له مش هتعمل حاجة، إحنا هنفضل زي ما إحنا، وإنت تجوز عادي خالص وتبقى تجيلي من وقت للتاني، أنا أكيد مش هقف قصاد مستقبلك. قال لي خلاص تمام هشوف. وبعد فترة وراني فعلا الشبكة اللي جابها، ووراني صور قراية الفاتحة بتاعته هو وقريبته. وحاليا بقى كلامه معايا وسؤاله عني بقى قليل قوي، وانا متضايقة جدا وحاسة ان انا ناقصني حاجات كتير قوي ومش عارفة اعيش من غيره. ازاي اخليه يرجع يكلمني زي الاول ويجيلي البيت تاني؟ اللي عنده نصيحة ليا ياريت يكتبها لي في التعليقات، وانا هتابع وهقرأ كل التعليقات بتاعتكم بنفسي. دي كانت رسالة جات لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. لو عندك اي قصة او مشكلة ومحتاج تعرف آراء الناس فيها ابعتها لنا واحنا هنعرضها.